اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. انا معاكم لينا. النهارده الفيديو خطير جدا. هنروح بقى نتفسح، هاخدكم فسحكم ونتزحلق ونتنطط وندخل جوه كور في الجليد. هنروح سنو سيتي او مدينه التلج في سيتي ستارز في مدينه نصر. ناس كتيره ما تعرفش ان في مدينه للتلج في سيتي ستارز، والناس كلها بتحسب ان مكان التزحلق على الجليد في مصر في سكي ايجيبت بس اللي في مول مصر، لكن لا، موجود سنو سيتي من اكبر مدن التلج الموجودة، وموجود في سيتي ستارز في مدينة نصر في الدور الثامن. هنشوف خلال الفيديو كل التفاصيل والاسعار والمواعيد واحسن حاجة تعملوها عشان تستمتعوا باحلى اكسبيرينس، سواء اللي هيروح او اللي مش هيروح يتفسح معانا ويتفرج. بس ما تنسوش قبل ما نكمل الفيديو زي ما معوديني تعملوا لي لايك علشان تشجعوني اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة انزلوا دلوقتي حالا دوسوا على زرار اشتراك وفعلوا زرار الجرس اللي جنبه علشان يوصلكم كل فيديوهاتي وريفيوهاتي. احنا دلوقتي في مول سيتي ستارز في مدينة نصر، من اكبر المولات واشيك المولات في القاهرة، ولو حابين اعمل لكم جولة فيه واوريكوه لكم هو والمولات كمان اللي شيك واللي حلوة زي مول العرب ومول مصر. كل المولات دي من اشيك المولات اللي موجودة، وزي ما قلنا موجود في مدينة التلج في الدور الثامن. شايفين الجمال والشياكة، ومعمولة على مساحة 6000 متر مربع، فيها 750 طن من التلج مصنوع من مياه الشرب. بيقولوا ان هو صديق للبيئة وكمان تلج نقي. احنا داخلين اهو على السنو سيتي في الدور الثامن في مدينة التلج. زي ما انتم شايفين المكان شيك وجميل وكبير وضخم، وطبعا مهتمين جدا بنظافة المكان. وده مكان التيكتس اللي في الوش ده اللي فيه ازرق، مكان قطع التيكتس. وفي على اليمين كافيتيريا علشان انتوا لو حابين تقعدوا. موجود على الشمال الحاجات اللي هي للاطفال بقى، اللي حابب يشتري العاب كده، دي الكافيتيريا برضو شيك جدا. وفي شاشة عرض بيعرضوا عليها الاعلانات بتاعة السنو سيتي، وده مكان قطع التذاكر. وده الجزء اللي بقول لكم العاب وسويتس للاطفال، بس طبعا يفضل ان انتوا رايحين تجيبوا لاولادكم السويتس من بره، لان دي بتبقى زي اسعار سياحيه. دي بقى القواعد والتعليمات بتاعه دخول مدينه التلج في سيتي ستارز. من الحاجات المهمة جدا جدا اللي بنصحكم بيها وانتوا رايحين، البسوا شرابين فوق بعض بجد، علشان انتوا هتبقى رجليكوا فعلا في التلج. هما طبعا بيدوكوا لبس ولبس يعني بيحمي من درجة الحرارة الجامدة دي، بس برضو انتوا رجليكوا بالذات بتبقى في التلج. فالبسوا شرابين وانتوا رايحين او 3، خدوهم حتى معاكوا برضو احتياطي، علشان الرجلين دي بتبقى اكتر حتة فعلا بعد ما بتخلصوا بتحسوا انها متلجة ومزرقة من كتر ما هي في تلج كتير جدا وقت طويل. الكافيتيريا دي طبعا تقدروا تطلعوها في نص الوقت وانتوا بتلعبوا جوه في مدينة التلج. تقعدوا لو انتوا تعبانين من التلج والسقعة تشربوا حاجة دافية وتدخلوا تكملوا تاني. ده اللبس اللي بيسلمه لنا، سوت كده، بدلة وشوز وجوانتي وشراب، ده بيسلمه لكم تبع التيكت، وده التيكت الدخول. نيجي بقى للأسعار. بصوا ده المكان واحنا داخلين واحنا بنتفرج كده. هقول لكم الأسعار في 3 باقات. شايفين الكورة دي بندخل جواها ونتزحلق ونهيس في التلج. الباقات كانت الأول محددة، وفي باقة منهم 2 ساعات وفي 3 ساعات، لكن دلوقتي فتحوها وبقت طول اليوم، يعني تقدروا طول اليوم تقعدوا براحتكم. بس طبعا هو انتوا هيبقى ليكوا ليميت مع الساعه دي. اول باقه اسمها باقه سلوك، وسعرها 300 جنيه، وتقدروا تقعدوا طول اليوم. ودي بتبقى من غير اللوك اللي بتحطوا فيه لبسكم، او زي ظرفه كده بمفتاح تحطوا فيه لبسكم، ومن غير الخوذه. بس انا اظن طبعا ان الخوذه مهمه، واللوك لو معاكم حد مستني بره ممكن تخلوا معاه حاجتكم، لكن الخوذه اظن انها مهمه. ف 300 جنيه دي في الباقه دي من غير اللوك والخوذه. واللوك طبعا لو معكوش حد بره يعني مش هيدخل، مهم جدا، لان طبعا هم حاطين تعليمات ان هم غير مسؤولين عن اي مقتنيات موجوده. فطبعا هيبقى اللوك حاجه مهمه انكم تحطوا حاجتكم فيها وتقفلوا عليها. خلي بالكم علشان احنا لما رحنا حد معانا كان حاطط الموبايل في جيبه، وطبعا في وسط الزحاليق وكده هوبا مش لاقي الموبايل. فيفضل ان انتوا الموبايل يا تسيبوه بره مع حد، يا اما تحطوه في اللوك لو انتوا واخدين لوك.
الباقة التانية بقى اسمها بطريقو، ودي برضو شاملة انكم تلعبوا طول اليوم، وشاملة اللوك وشاملة الخوذة، وسعرها 350 جنيه. الباقة التالتة اسمها رجل التلج، دي شاملة كل حاجة بالإضافة لساعة مع مدرب تدريب للتزحلق على الجليد، يعني يعلمكم ان انتوا ازاي تبقوا ثابتين وانتوا بتتزحلقوا وكده، وطبعا شاملة برضو الخوذة واللوك وتقعدوا فيها الوقت اللي انتوا عايزينه. وسعر الباقة دي 400 جنيه. شايفين الجمال واحنا جوه الكورة وبنتزحلق على الجليد؟ بجد احساس حلو قوي قوي. بتقدروا طول اليوم تلعبوا كل الالعاب عدد المرات اللي انتوا عايزينها، ما عدا لعبتين بس، دول بيبقى لكل واحد مرة واحدة بس ان هو يلعبهم، ولو حبيتوا انكم تلعبوهم تاني بتزودوا باقة بتبقى ب50 جنيه. اللعبتين دول اللي هم العربات التصادمية ودراجات التلج. ده واحنا راكبين العوامة الزرقاء اللي كنا بنشدها وبتنزل في زي سلوب كده او منزلق، احساس جميل قوي قوي. وده شكل المكان من جوه، بجد مهتمين بكل حاجة، وفي برضو العاب تانية غير الزحاليق والالعاب اللي موجودة. طبعا ساحة اللعب واسعة جدا جدا زي ما انتوا شايفين، وفي كمان ملعب كرة طايرة، وتقدروا تحدفوا التلج براحتكم، تجروا وتلعبوا وتتزحلقوا وتكعوروا وتاخدوا صور براحتكم. بس اهم حاجة الموبايلات خلي بالكم منها جدا، علشان زي ما قلت لكم في حد من اللي معانا الموبايل راح طبعا على اخر اليوم بيدور مش لاقي الموبايل، خلوا بالكم من موضوع الموبايل ده. لو انتوا هتتصوروا تبقوا دايما مركزين معاه انه في ايدكم ما يقعش في وسط جليد او كده، لان لو وقع فعلا مش هتلاقوا، المساحة كبيرة جدا وجليد، فالموضوع هيبقى صعب وبيزعل يعني. درجة الحرارة في سنو سيتي -5 تحت الصفر، فيعني تقلوا بقى قدر الامكان، ايفن باللبس اللي بتاخدوه برضو تقلوا شراباتكم وكل حاجة معاكم، بالاضافة لللبس اللي هما بيسلموه لكم. كورات بقى التزلج العملاقة دي من امتع الحاجات اللي موجودة في سنو سيتي، بيبقى جواها تلج، وممكن وانتوا بتتحركوا طبعا وهي بتتشقلب بيكوا التلج بيجي على وشكوا، وبتبقى تجربة ممتعة وحلوة ولذيذة، وتقدروا تاخدوا الموبايل برضو جوا معاكوا تتصوروا زي ما واضح في اول الفيديو. وفي الزلاجات بتاعة التزلج على الجليد اللي هو تقدروا تعملوا بيها سكينج، تتزحلقوا على الجليد. وزي ما قلنا في باقة بيكون معاكم مدرب متخصص يعلمكم ازاي ان انتوا تتزحلقوا على الجليد، وبيكون وقت التدريب ساعة، وده موجود في الباقة اللي قلنا ب400 جنيه شاملة المدرب والخوذة واللوك. لو عايزين حاجة اسهل بتقدروا تتزحلقوا على الرمبات بالاطارات اللي احنا شفناها دي، تقعدوا فيها وتتزحلقوا بالاطارات على المنحدر الجليدي. طبعا متعة جميلة جدا جدا، بس خلي بالكم يعني هتقدروا تستحملوا يعني وقت معين، ساعتين 3 4 اظن بالكتير خالص، مش هتقدروا انكم تقعدوا اليوم كله لان فعلا الدنيا تلج. بصوا الجمال والمتعة بجد، تجربة حلوة قوي قوي. مواعيد المكان من الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 11 بالليل، يعني تروحوا في اي وقت زي ما انتوا عايزين. في بقى دي العربيات التصادمية، ودي بيكون ليكوا انكم تلعبوها مرة واحدة بس في خلال الباقة، ولو عايزين انكم تزودوا انكم تلعبوا بيها تاني بتشحنوا كارت بيكون، او بتزودوا باقة بتكون ب50 جنيه زيادة. بس خلي بالكم في ايام المدارس ساعات المكان بيكون محجوز من الساعة 10 الصبح لغاية 1 الظهر، بيكون محجوز لرحلات مدرسية، فانتوا لو ايام مدارس حاولوا تروحوا بعد ساعة 1 الظهر، او ممكن تتصلوا قبلها تتأكدوا ان تمام في حجز وفي دخول. حطيتوا اللايك ولا لسه؟ احنا كده خلصنا فيديو النهاردة، ده كان الفيديو، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش لو عجبكم واستفدتوا منه تحطوا لي لايك زي ما معوديني علشان تشجعوني اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة انزلوا دلوقتي حالا دوسوا على زرار اشتراك وفعلوا زرار الجرس اللي جنبه علشان يوصلكم كل فيديوهاتي وريفيوهاتي. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، باي باي.